السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأفاضل، متابعي قناة مجيد ليفربول، نرحب بالجميع. إذا متابعينا الأفاضل، قبل أن نبدأ الكلام لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة، تفعيل زر الجرس، سبسكرايب كالعادة ليصلكم إن شاء الله كل ما هو جديد عبر قناة مجيد ليفربول. وبالمناسبة نحيي 48 مشترك المتواجدين معنا إلى حد الآن، ونتمنى أن تصبحوا كثر إن شاء الله مع مرور الوقت. المهم الحديث في من خلال برنامج قبل المواجهة سيكون مخصص لتقديم مباراة الديربي، ديربي شمال إنجلترا، منطقة الميرسيسايد، بين إيفرتون وليفربول. المباراة التي ستقام بدءا من الساعة 12 والنصف بتوقيت الجزائر، 2 والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوديسون بارك. إذا خلينا نبدأ متابعينا الفاضل. أنا في الحقيقة حضرت بعض النقاط لكي أتمكن من تقديم هذا الديربي بالصورة المطلوبة. وربما راح نبدأ بالحديث عن خصوصية هذه المباراة وعن هذا الديربي الذي يعرف بديربي الكراهية. ديربي صراحة واحد من أشهر الديربي في كرة القدم، ديربي كبير جدا بين إيفرتون وليفربول. طبعا الكلام حول هذه المباراة هو كلام ذو شجون. أكيد أن هذه المباراة ربما تقريبا فريق ليفربول، خلينا نقول بأنه ربما سيواجه أصعب نسخة لإيفرتون، اصعب نسخه لفريق ايفرتون. لانه ايفرتون اللي واجه فريق ليفربول ماهوش ايفرتون اللي واجه وست بروميتش، ماهوش ايفرتون اللي واجه توتنهام، وماهوش ايفرتون اللي واجه السيتي او مانشستر يونايتد او نيوكاسل او ارسنال او تشيلسي او غيرها. لما يتعلق الامر بمواجهه ليفربول، ايفرتون صراحه يتفوق على نفسه ويقدم دائما مستويات قويه. وخلينا فقط نذكر بانه على مستوى اخر 23 مباراه في الدوري الانجليزي الممتاز، ليفربول لم يعرف طعم الخساره امام الجار ايفرتون. لذلك ممكن انه ايفرتون راح يكون له هذا حافز لكسر هذه العقده وتحقيق انتصاره الاول منذ سنه 1999 على مستوى الدوري الانجليزي وليس اي منافسه اخرى، باش نكونوا واضحين في الكلام. ايفرتون اللي يعيش صراحه بدايه موسم ولا اروع، خلينا نقول هذا الفريق بقيادة كارلو أنشيلوتي. إيفرتون باستخدامات نوعية، إيفرتون بكرة قدم صراحة جميلة يقدمها هذا الفريق، فيها الكثير من التوازن بين الدفاع والهجوم، فيها أيضا عمق في الوسط، فيها أيضا عمق في الوسط الهجومي من خلال ربما الانتدابات النوعية التي قامت بها إدارة التوفيس في بداية هذا الموسم. الحديث ربما عن دوكوري، عن آلا، عن جيمس رودريغيز، صراحة استخدامات كانت في المستوى إلى حد الآن بالنسبة لفريق إيفرتون. فريق إيفرتون اللي طبعا عنده أو هو متصدر ترتيب الدوري الانجليزي وعنده هداف الدوري حاليا، الا وهو الدوري الانجليزي الجديد كالفيرت لوين. قلت ايفرتون اللي عنده 12 نقطه من 4 مباريات، 12 نقطه، 12 هدف ايضا سجلها الفريق في بدايه هذا الموسم، تلقى 5 اهداف. ربما الدفاع نوعا ما نقدر نقول متوسط الى حد ما، ولكن الهجوم حاضر وسجل 12 هدف في 4 مباريات، امر ماهوش او رقم ماهوش صغير بالنسبه لفريق ايفرتون في بدايه هذا الموسم. كان فاز على توتنهام في المباراه الاولى بهدف مقابل 0 في توتنهام، ثم فاز على وست بروم في ارضه 5-2، ثم راح كريستال بالاس ونعرف صعوبة اللعب في كريستال بالاس وفاز بهدفين مقابل هدف. وفي المباراة الأخيرة قبل التوقف الدوري فاز أمام فريق برايتون ب4 أهداف مقابل هدفين. وبالتالي من الحالة من الناحية المعنوية إيفرتون يتواجد في أفضل أحواله قبل هذه المباراة التي ربما تأتي في وقت مثالي بالنسبة للاعبي المدرب كارلو أنشيلوتي. قلت هذه النقطة. أيضا إيفرتون دائما عنده حافز مواجهة ليفربول. لما يتعلق الأمر بمواجهة ليفربول عدة حوافز. أولا مباراة ديربي باش نكونوا واضحين. ثانيا ليفربول هذا الموسم منتظر ليس فقط في ايفرتون وانما في اي ملعب اخر، ولكن ايفرتون لما يعرف بانه سيواجه ليفربول هذه نقطه، ويعرف بانه سيواجه بطل الدوري الانجليزي الممتاز هذه ايضا نقطه ممكن انه من خلالها تخلي فريق ايفرتون يدخل هذه المباراه صراحه بقوه، خلونا نقول. ولكن لما نتكلم شويه عن فريق ليفربول، الفريق نتاعنا اتصور انه فريق ليفربول جريح في هذه المباراه. لما تخرج من مباراه قبل التوقف الدولي وانت خاسر ب7 اهداف مقابل هدفين، اتصور انه الرغبه في رد الفعل بالنسبه للاعبي ليفربول ولاعبي المدرب يورجن كلوب ستكون قويه جدا من خلال هذه المباراه. وليس هناك افضل من مباراه ديربي حتى أن الفريق يرد الفعل ويصحح الصوره القاتمه والسيئه التي خلفتها المباراه الاخيره امام نادي استون فيلا. لذلك اتصور انه ليفربول راح يكون له رد فعل قوي في هذه المباراة. وأنا عند كلامي وتذكروا هذا الكلام جيدا بعد نهاية المباراة بحول الله. ليفربول بغض النظر عن النتيجة لا يمكن لك أن تحكم على النتيجة مهما كان الحال، هذه مباراة ديربي. ولكن خلونا نتكلم على مستوى الأداء الفني. ليفربول راح يكون له رد فعل في هذه المباراة، ممكن تأدي بشكل جيد وممكن تخسر هذه كرة قدم. لا أحد يمكن لك أن يضمن لك الفوز في أي مباراة. ولكن خلونا نقول على مستوى الأداء الفني أنا شبه متأكد بأن فريق ليفربول سيؤدي مباراة جيدة في هذه المواجهة. والشيء أيضا شبه
متاكد منه انه ليفربول لن ينهزم في هذه المباراه. تقول لي هل سيفوز؟ اقول لك لا، مش عارف هل سيفوز هل سيتعادل، ولكن الشيء اللي راني متاكد منه تقريبا يعني شبه متاكد، ما نقولش متاكد حتى نخلوا هذاك الفاصل شويه او هذيك الفرضيه ايضا، ولكن الشيء اللي راني شبه متاكد منه انه فريق ليفربول لن يخسر هذه المباراه، لانه ليفربول راح يرد الفعل من خلال هذه المواجهه. هذه نقطة. الخسارة الأخيرة أمام أستون فيلا ممكن راح يكون لها مفعول إيجابي في هذه المباراة، راح تخلي الفريق ربما يدخل هذه المباراة بأكثر تركيز ويحاول إثبات الذات. طبعا هو أثبت بطبيعة الحال الموسم الماضي، ولكن سيحاول أن يصحح الصورة، وسيحاول أيضا أن يرجع الثقة أولا للاعبين على المستوى الفردي لكل لاعب، وأيضا على المستوى الجماعي بالنسبة للفريق، وأيضا إرجاع الثقة للجماهير الغائبة إلى حد الآن عن مدرجات الدوري الإنجليزي. أيضا تحتاج لجرعة معنوية من خلال هذه المباراة. قد ممكن انه يكون له دور كبير الهزيمه امام استون فيلا في رده فعل في المستوى من طرف فريق ليفربول، مع ربما بعض التغييرات على مستوى التشكيله راح نتكلم عليها في نهايه هذا الفيديو. ايضا كاينه نقطه ايضا هنا نحب نتكلم عليها بالنسبه لهذه المباراه اللي راح نلعبوها في ملعب جوديسون بارك، وهي غياب الجماهير. في كل مره كنا نقول بانه غياب الجماهير خاصه في ملعب الانفيلد عنده تاثير سلبي، وما زال راح يكون له تاثير سلبي بالنسبه لفريق ليفربول. نعرف طبعا الحماس والضغط اللي يمارسوا انصار فريق ليفربول، ولكن اتصور انه غياب جماهير ايفرتون في هذه المباراه بالذات في ملعب الجوديسون بارك جاء في وقته. جاء في وقته، اي نعم، ربما هو ضد المتعه بالنسبه لكره القدم، ونعرف بانه حلاوه كره القدم وخاصه في الدوري الانجليزي الممتاز يبقى هو الجمهور هو العنصر رقم واحد، ولكن اتصور انه هذه المباراه هي صعبه، ولو كانت المباراه بحضور جمهور ايفرتون كانت المباراه ستزداد صعوبه على فريق ليفربول. هذا لا يعني بانه ليفربول غير قادر على تحقيق الانتصار مع تواجد انصار ايفرتون، وهو الذي لم يخسر اخر 23 مباراه امام ايفرتون. ولكن خلونا نقول هذه المباراه عندها جزئيه وعندها خصوصيه. نعرف بانه فريق ايفرتون عنده 50 سنه لم يفز باول 4 مباريات له في الدوري، فما بالك لما يلتقي بليفربول وهو بهذه الحاله المعنويه وهو المتصدر ويواجه ليفربول وبانصاره في ملعب الجوديسون بارك. لك ان تتخيل معي اجواء هذه المباراه كيف كانت ستكون لو حضر جمهور فريق ايفرتون، وبالتالي ايضا راح يكون ربما تاثير على حكم المباراه، وراح يكون ضغط زايد على لاعبي فريق ليفربول، وهم الذين ربما ما همش محتاجين ضغط اضافي في اتصور انه الغياب الجماهيري قد يلعب نوعا ما في مصلحه فريق ليفربول في هذه المباراه، ولو بامر نسبي لانه ما هوش هو الفاصل، ولكن خلينا نقول بانه قد يكون في فائده فريق ليفربول من خلال هذه المباراه، لانه صراحه كان سيصعب المهمه بالنسبه لفريق ليفربول. الان ربما نوصلوا للتشكيل المتوقع بالنسبه لفريق. نسيت فقط ان نذكر بترتيب فريق ليفربول. الى حد الان ليفربول متواجد في المركز الخامس، لعب 4 مباريات، فاز 3 وخسر 1، عنده 9 نقاط. دفاع صراحه كارثي الى حد الان في بدايه هذا الموسم، لذلك عندما ساقترح عليكم هذه التشكيله فيها بعض التعديلات. هذه طبعا تشكيله ما راهيش هي التشكيله راح يدخل بها يورجن كلوب، وليست ايضا التشكيله المتوقعه، وانما التشكيله التي يعني اتوقعها انا دحماني مجيد شخصيا لهذه المباراه، وهي التشكيله التي اريد من يورجن كلوب ان يدخل بها هذه المباراه. طبعا يبقى كل واحد عنده رايه في مثل هذه الامور، ولكن خلوني نعطيكم رايي في التشكيل المناسب بالنسبه لفريق ليفربول في هذه المباراه حسب وجهه نظري الخاصه. نبدا بفريق ليفربول. انا التشكيله اللي نشوف فيه بالنسبه لفريق ليفربول في الحراسه وللاسف ادريان ما عندكش حل بسبب اصابه اليسون. الدفاع الرباعي راح يكون روبرتسون على الجهه اليسرى، ارنولد على الجهه اليمنى. في محور الدفاع راح يكون تغيير، وراح يكون تغيير ضروري ما فيهاش نقاش وما فيهاش كلام، وهذه مباراه لا تحتمل القسمه كما يقولوا. خلينا نقول بان فان دايك راح يلعب مع فابينيو في محور الدفاع. ما نظنش بان جوميز راح يشارك في هذه المباراه كاساسي، المفروض ما يشاركش. المفروض من الناحيه المنطقيه بعد يعني الكوارث اللي حصلت من جوميز في مباراه استون فيلا، اتصور انه لن يشارك في هذه المباراه، على الاقل في هذه المباراه حتى يستعيد وعيه. خلينا نقول يلعب مع فابينيو في الوسط ثلاثي هوندرسون وامامه فاينالدوم، وامامهم تياغو الكانتارا، وفي الهجوم الثلاثي صلاح ماني فيرمينيو. ومره اخرى اصر على انه الكانتارا اتمنى انه يكون في موقع نوعا ما متقدم حتى نستفيد من المهارات نتاعو، ونستفيد ايضا من التصويبات نتاعو، ونستفيد ايضا من التمريرات القاتله نتاعو في العمق. اتمنى انه يكون خلف الثلاثي الهجومي. قلت هذا هو ربما التشكيل الذي اتمنى ان يكون ان يتم توظيفه من طرف السيد يورجن كلوب. بالمقابل كارلو انشيلوتي اتوقع انه راح يستعمل 4-2-3-1، وهنا لازم نكونوا حذرين بالنسبه لكارلو انشيلوتي. لن يفتح اللعب. كارلو انشيلوتي سيعتمد على الهجمات المرتده. اتوقع انه سيعطي المبادره لفريق ليفربول، لن يفتح اللعب، ولكن خلينا نتوقعوا التشكيل تاع انشيلوتي تاع فريق ايفرتون. ربما بيكفورد في الحراسه، لوكادين شكوك حول مشاركته بعد اصابته مع المنتخب الفرنسي امام كرواتيا على الجهه اليمنى، كولمان على الجهه اليسرى الايرلندي، محور دفاع ياريمينا الكولومبي ومايكل كين الدوري الانجليزي. في الوسط هنا ارتكاز دوكوري وانا، امامهم ثلاثي اخر جيمس رودريغيز في الوسط، على الجهه اليسرى ريتشارلسون، على الجهه اليمنى اندري غوميز البرتغالي. في الهجوم هداف الدوري الانجليزي
لحدا دومينيك كالفيرت لوين. هذا ربما توقعي الشخصي بالنسبه لتشكيله المدير كارلو انشيلوتي، ولكن خلوني اتوقع رد فعل فريق ليفربول من خلال هذه المباراه. قلت لكم بان ليفربول بحول الله لن ينهزم في هذه المباراه، لاننا نعرف فريق ليفربول جيدا كيف يرد الفعل بعد كل كبوة. أتصور أن هذه المباراة هي موعد كبير، وليفربول عودنا على الحضور وبقوة في المواعيد الكبيرة، ومباراة إيفرتون ربما واحدة من أكبر مواعيد ليفربول في هذا الموسم. لذلك أتصور أن فريق ليفربول سيظهر بالشكل المطلوب في هذه المباراة. في النهاية متابعينا الأفاضل، أتمنى أن أكون قد قدمت يعني صورة ولو تقريبية لهذه المباراة. نرجع إن شاء الله لكم في برنامج المحصلة بعد هذه المواجهة. في النهاية نحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.